التكنيك ده سواء احنا نستخدم موس او جل، احنا لازم شعرنا يكون متقسم كويس عشان نقدر نتحكم فيه. صباح الخير. النهارده بقى انا هعمل لكم ستايلينج تكنيك للشعر الكيرلي. هو اسمه ريك اند شيك. ميزته بقى ان انا لو ما عنديش اي ستايلينج بروش زي دينمان، زي فليكسي، زي ديفينيشن، او ما معيش مشط، او ما معيش اي حاجه خالص، هو بس بالكريم والجل او الكريم والموس حسب احنا بنستخدم ايه، ومش لازم يكونوا منتجات غالية، نقدر نعمل ستايلنج لشعرنا. وكمان لو انا ماشية مثلا مسافرة او رايحة مكان، او كنت في مكان ومش لاقية جنبي فرشة او مشط او اي حاجة، فهو انا سهل قوي ان انا اعمله، ونتيجته هايلة هايلة هايلة. يعني انا ممكن يقعد معايا بالاسبوع، يعني انا ممكن يقعد معايا شعري شكله حلو قوي 4 أو 5 ايام، ممكن يوصل اسبوع. فهو من الحاجات التحفة. ومعرفش هو في مصر ليه الناس ما بتحبوش، ممكن عشان في فوليوم اكتر ولا هو في ايه، بس انا هقوله لكم وجربوه وقولوا لي عجبكم ولا لا. يلا نبدأ. اول حاجة انا غاسلة شعري ومسرحاه وبس. دلوقتي بقى هبدأ اجيب الليف ان بتاعي واحط الليف ان على شعري. طيب انا هستخدم كينكي كيرلي. انا جربته مرتين وبصراحة هايل. اللي انا جبت الليف ان والجل بتاعه بصراحة من احلى الحاجات اللي انا استخدمتها. يعني دي هعملها على شعري كله. هاخد بس شعري كده لقدام علشان اتحكم فيه كويس. هحاول بس اوزع الليف ان في شعري كويس. احنا اتفقنا ان احنا مش هنستخدم فرشة ولا مشط، فانا بس بصوابعي كده هحاول اوزع الليف ان كويس قوي في شعري. عايزه اقول لكم ان ستايلنج الشعر الكيرلي علشان يبقى شكله حلو، سواء بقى كان نوع الستايل اللي احنا عاملينه، يعني كان بصوابعنا ولا كان بفرشه او بمشط او فينجر كويلنج، هي السر فيه ان هو يكون فيه ميه، يعني تحس كده بصوت التش كده طالعه منه. ده اللي بيخليه مترطب والكيرلي بتاعه شكله حلو. منتج غالي او منتج رخيص، هو السر كله في ان انا شعري يكون مترطب كويس. طيب انا بقى لو هستخدم مع في التكنيك ده بعد الليف ان جل، فانا برضو هاخد حتة جل كده قد الليف ان، وهوزعها بنفس الطريقة على شعري. طيب ده انا لو هستخدم جل هوزعه كده في شعري زي ما وزعت الليف ان. طيب لو انا هستخدم موس، واللي مش عارف يعني ايه موس، هو الرغوة او الفوم اللي شبه ده. طبعا يا جماعة الحتة دي نونو 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 بالنسبة للفوم، يعني الحتة دي حتة صغنطوطة قوي مش كبيرة يعني. طيب احنا مش عايزة ارميها فاحطها على شعري. طيب تيجي بقى نبدأ التكنيك بتاعنا. التكنيك ده سواء احنا نستخدم موس او جل، احنا لازم شعرنا يكون متقسم كويس عشان نقدر نتحكم فيه. طيب شايفين انا قسمتهم اهوت لجزئين، وفي الجزء التالت اخدته تحت اهوت قسمته برضو لجزئين. هو التكنيك ده اهم حاجة فيه ان شعرنا يكون متقسم كويس. انا لو هستخدم الليف ان والجل انا حطيتهم اوريدي، فهبدأ بقى امسك شعري واعمل له ايه، اعمل كده بصوابعي فيه كده كويس. ممكن اخد نقطة جل كمان صغيرة خالص، بس ادخل صوابعي فيه كده. ريك ريك ريك. this is called raking. فكده اسمه ريك and shake. shake ده اللي هو انا بهز شعري كده، شايفينه كده، هز يا وز يعني هز كده. انا بعمل shaking لشعري، وبعد كده بعمل شوية scrunching او scrunch، يعني بس crunch شعري كده بايديا. ده احنا كده استخدمنا الجل. لو انا بقى هستخدم الفوم، فهاجي اخد منه حتة نونو برضو، ودي نونو، دي الحتة دي نونو بالنسبة للفوم. وهعمل ايه بقى، ريك 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 كده. انا دخلت ووزعت الفوم. بعد كده تشيك شيك 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 شيك، اللي هو انا بهز شعري كده، وبعد كده شوية سكراتش.
ده التكنيك اللي اسمه ريك اند شيك. ناخد جزء تاني، هاخد جزء بقى كده كبير شوية هيكون اوضح. انا هستخدم الموس، انا بحب الموس اكتر بصراحة لانه بيعمل كده مور فوليوم، والشعر ما بيكونش هابط ونازل لتحت. الجل بيبقى بيعمل حاجة كده بيخلي الشعر هبطان شوية، فانا بحب الموس اكتر. فانا هاخد حتة صغنونة، ودي صغنونة كده. ريك 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 شيك. وان انا بهز شعري كده ده اسمه شيك. سكرانش. بس هو ده التكنيك اللي انا بعمل بيه شعري كله. واخر ناحية. احنا كده خلصنا التكنيك بتاعنا. شايفين الجهات او الكلامز موجوده فكه بينها وبين بعضها، مش لازقه في بعضها، لان احنا عاملين شيك ده اللي احنا هزينا فيه شعرنا. فاحنا لما هزيناها كده الكيرلي او الكلامز بتاعت الكيرلي بيكون في بينها وبين بعضها يعني حاجه زي سبيس كده، او بتفك من بعضها، فبتبقاش يعني محتاجه تتفك بعد كده. يعني لو احنا عارفين ان احنا في الدينمن او الديفينيشن او اي فرشه من فرش الشعر، بعد ما بنعمل الستايلنج بنحتاج ان احنا نفك كده بنقطه سيرم او زيت الكيرلي بتاعنا، فده اوريدي بيكون فاكك جاهز. يعني احنا بننشفه بالديفيوزر او بنسيبه ينشف مع نفسه كده، وبعد كده هو بيكون جاهز، مش محتاجين نفك اي حاجه، وبيكون فيه فوليوم. وده برده ميزته للناس اللي لسه ما عندهاش اي فرش او ما عندهاش مشط، او انت في مكان وما عندكيش فرش ومشط، فانتي بتستخدميه بايديكي، وزي ما احنا شفنا مش متعب ومش بياخد وقت، ونتيجته حلوه قوي. هنشفه وارجع لكم تاني. طب يا جماعه انا كده نشفت شعري خلاص، وزي ما انتم شايفين الكيرلي بتاعته اهيت متحدده وواضحه ومفكوكه، مش محتاجه افكها. استخدمت اي حاجه، استخدمت بس في التكنيك بتاعي الليف ان، ووريتكم ازاي بنستخدم جل لو عايزين نستخدم جل، وفوم لو عايزين نستخدم فوم. وهنا كل الناس اللي انتوا بتشوفوهم شعرهم كيرلي دول اساسا بيبقى عندهم خصل كتيره هايشه، بس مع الاضاءه ومع التصوير انتوا مبتبقوش واخدين بالكم. فاللي يلاقي عنده خصله مش مظبوطه او هايشه او اي حاجه، فده طبيعي جدا جدا. كل الناس اللي شعرها كيرلي كده، كل الناس اللي شعرها كيرلي هو كده اساسا، فده طبيعي جدا. وزي ما انتوا شايفين اهوت انا كده طافيه الاضاءه خالص، فشعري اهوت. والخصله اللي مش مظبوطه عندي هي الخصله دي دايما، الخصله دي دايما تعباني، بس دي لان انا بلعب فيها كتير. انا من النوع اللي كل ما هو قاعد يعمل كده في شعره، فدي علشان انا بلعب فيها كتير فهي فكه مني كده. بس غير كده شعري كله معمول. وطبعا الخصله لما بتكون فكه رشيها بشويه ميه، يعني ميه، وممكن تحطي عليها حته كريم او جل، ممكن ما تحطيش، وتلفيها على صباعك كده فينجر كويلنج الخصله اللي هي مش مظبوطه كويس، وخلاص هي هتظبط مع نفسها. جربوه وقولوا لي عجبكم ولا ما عجبكوش. ولو عايزين مني طريقه معينه او اي حاجه ابعتولي في الكومنتس تحت، واشوفكم في فيديو جديد.